عايزين نرسل تحيه لدهشور الجندي المجند يوسف عماد الدين صبري. الراجل بيقضي الخدمه، راجل عسكري. الان راجل الجندي المجند، راجل عسكري اهو. صار فيديو على لا ويعلم بالقشطه. لا لا لا، هذا ما لم نسمع به من قبل. طبعا يوسف عماد اهو، الراجل ده بتاع الجيش. المهم ان احنا في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن سؤال ما تسالوش لنفسك في لحظات معينه، اللي هو السؤال بتاع ليه، اللي بيدخلك في حوارات ودوامات وكده وما بتطلعش منه، بيطلعش منه باجابه مفيده يعني. النهارده بقى في الناحيه الثانيه اللي هو سؤال ليه اللي احنا بنحبه، او اللي انت المفروض تساله لنفسك. دايما لما اي حد فينا بيبدا في حاجه بيجي عند نقطه معينه كده وبيقف ما بيكملش. ده بنسبه كبيره بسبب ان هو قبل ما يبدا خالص ما كانش سال نفسه السؤال بتاع انا ليه بعمل الحاجه دي، فهو بيبقى داخل يعمل حاجه وهو مش عارف هو بيعملها ليه. فده بقى ممكن ينطبق على حاجات كتير. يعني انت مثلا ممكن واحد يروح يفتح مشروع، فعشان واحد صاحبه قال له نفتح بيزنس ونعمل مش عارف ايه ونجيب فلوس ومش بتاع، هو مش فاهم اصلا، هو ولا فاهم حاجه في البيزنس ده، ولا فاهم هو هيعمله ليه، ولا صاحبه ده عارف الاسباب. فبالتالي بيخش بنسبه كبيره بيخسروا او ما بيكملوش، ولو حصلت اي مشكله بيقف في مكانهم ما بيكملوش برضه. هي دي بقى النقطه المهمه اللي انت لازم عندها تسال انا ليه بعمل الحاجه دي. سؤال ليه هنا مهم. انت تقعد مع نفسك قبل ما تخش في اي حاجه، انا ليه هعمل الحاجه دي، ايا كان السبب. ممكن يكون السبب ده مادي، ممكن يكون سبب عشان بتحب الحاجه دي. ايا كان السبب لازم انت تبقى عارفه كويس جدا ومؤمن بيه، عشان هو اللي هيخليك تكمل في الحاجه دي لما تعطل او يحصل لك مشاكل بعد كده. يا اسطى السنه اللي فاتت زي دلوقتي كنا رايحين نجيب اللاب بتاعك صح؟ كنت جايب اللاب فعلا عشان عايز اتعلم جرافيك، وكان عندي سبب ان انا اجيب اللاب. ما كنتش جايبه مثلا اللي هو ايه عايز اجيب لاب بقى وبتاع وقت الكليه والكلام ده كله. فجبت اللاب وقعدت فتره كده حوالي 4 شهور بقى. بدات على ما اول بقى شغل جالي على ما اتعلمت تقريبا بعد 4 شهور. فكره انك اصلا تبقى في مجال جديد تعلمه لسه من الاول، ومجال زي ده في منافسه على فكره جامده مش قليل. تجيب حاجه وتتعلم وتظبط بورتفوليو وتشتغل، وبعدين تروح تشتغل بقى بجد في شركات مش حاجه سهله يعني. بس عشان كان في سبب، كان في اسباب هو حاططها في دماغه، هي دي اللي خلته عمل الحاجه دي. فدي حاجه مش قليله يعني. في ناس بتحط الهدف، يعني يقول لك انا عايز اعمل حاجه معينه، بس ما بيحطش بقى الاسباب، يعني ليه عايز بقى يعمل الحاجه دي ما بيحطهاش. بنسبه كبيره في النص هيتوه، مش هيوصل للهدف ده لانه مش عارف اصلا هو رايح هناك ليه. كنت بقول لك لا يجد الاجابه ما اللي يؤرقه التساؤل. فانت لو ما سالتش ليه، انت اصلا مش هتلاقي ولا هتحدد الهدف بتاعك، ولا هتلاقي مبرر انك تروح له. في الفيديو اللي فات كنا قلنا ان هو لما تقع في مشكله يستحسن ما تسالش ليه عشان ما تخشش في اللي هو الحلقه اللي فاتت يعني. بس في مشاكل لازم تسال نفسك ليه بعدها، زي المشاكل اللي هي بتبقى انت سبب منها. يعني مثلا دخلت في حاجه وفشلت، تجربه مثلا وفشلت، لازم تسال ليه عشان تعرف الاسباب، بالتالي ما تقعش في المشكله دي تاني. زي مثلا واحد كان عنده شركه وقفلت، فلازم يعرف الشركه دي قفلت ليه والاسباب بتاعتها، عشان يعرف بعد كده لما يجي يفتح شركه تانيه ما يقعش في نفس المشاكل. في حاجه برضو لاحظتها قريب بحكم الشغل اللي الواحد بيشتغل، يعني بيتعامل مع ناس في مجالات كتير. اغلب الناس اللي بتبقى مؤمنه بالشغل اللي بتعمله وعارف هو بيعمله ليه والهدف اللي هو عايز يوصل له، بيبقى بيعمل الحاجه باتقان حتى لو هي متعبه، بس بسبب ان هو عارف هو عايز يروح فين وليه عايز يروح هناك، وبس بيتوكل على الله بيروح. عارف الحاجه الوحيده مثلا اللي انا لحد دلوقتي مش لاقي لها سؤال، مش لاقي لها اجابه قصدي، هي فكره ان الواحد ليه دخل مثلا الجيش. بعيدا بقى عن يعني هو سبب الخدمة دي ايه او الكلام ده كله، اكيد يعني طالما هي موجودة في ليها سبب عشان مثلا تعمل حاجة يبقى ليك دور في حاجة الكلام ده كله. بس بتفضل بقى ايه عندك فكرة اللي هو ليه انا دخلت، وليه بره في ناس ما دخلتش. فاهم الفكرة دي بتبقى ده رزقك بقى. بقى بالظبط، هي الإجابة الوحيدة بتبقى ان هو الجيش ده رزق. هو احنا بنتكلم انك لما تقعد تسال نفسك ليه اللي انت بتعمله ده هو الغلط. ده اللي هو ده اللي احنا ما تعملوش. تقعد تسال نفسك ليه بقى انا ما دخلت وفي ناس ما دخلتش، ده هو ده بقى السؤال اللي هيبقى لعنه على حياتك يعني. ده مش هيخرجك من الجيش، السؤال هتفضل جوه برضه يعني، ولا هيغير اي حاجه. زي ما يوسف ضرب مثال ان هو بيسال في حاجه هو ملوش يد فيها، فالسؤال ده لو هو تعمق فيه ووقف حياته عليه هو حرفيا هيكون لعنه على حياته. طالما سؤال ليه ده انت مش هتقدر تغير بيه او توصل بيه للهدف اللي انت حاطه، او مش هتضعف بيه حدوث نتائج وحشه، ما تسالوش اصلا. بس كويس انت قلت كلمتين دول عشان تبقى تسمعهم وانت داخل الجيش. وانت خارج بقى. وانت داخل حبيبي يا ريس. انت رايح فين؟ خد انتحر ولا ايه؟ بس تعالى عادي اثر معاك. تمسي خلاص تعالى، معلش مش هنقول كده تاني.
بس هو يا عم وبس كده، ده كان فيديو سريع خفيف لطيف. يعني مش عارف ممكن حد يقول رايه في الحاجات دي في الكومنتات ولا لا، ما حدش بيكتب كومنتات. وبس كده، السلام عليكم. تشوس هو اللي قال عليه ده.